اللي قدامك ده اسمه محمد آدم، عامل في مشرحة كلية الطب باليمن، وأطلق عليه لقب شيطان المشرحة من بشاعة الجرائم اللي كان بيعملها. محمد كان بيضحك على البنات اللي كانوا بيدرسوا في كلية الطب ويقول لهم تعالوا المشرحة بالليل عشان يذاكروا على الجثث اللي فيها، واحدة ورا واحدة كان بيخليهم هم الجثث دي. موضوع النهاردة محمد آدم، أو زي ما اتقال عليه شيطان المشرحة. بدأت قصة محمد من الطفولة وهو عنده 7 سنين. وقتها والدته تعرضت لجريمة اغتصاب، ووالده قدر يوصل للي عمل كده وجابه وقتله وقطعه حتت ودفنه في أرض البيت، وكل ده تم قدام الطفل محمد وقتها واللي كان عمره 7 سنين. تمر الأيام ومحمد يكبر ويشتغل في مشرحة في الخرطوم، وكان شغله داخل المشرحة هو تغسيل الموتى. قعد فترة كبيرة شغال في المشرحة وأخد خبرة من خلال شغله فيها، وبعدها قدم على شغل في الكويت واتقبل وسافر الكويت واشتغل في أكبر المستشفيات هناك، وبرضه كانت وظيفته تغسيل الموتى. وبعد كده رجع على السودان، قعد فترة بسيطة جدا، بعد كده سافر على اليمن، ومن هنا حياته استقرت هناك. والكلام ده كان سنة 1995، واشتغل هناك في مشرحة مستشفى صنعاء، وكانت وظيفته برضه تغسيل الموتى. كلية الطب والمشرحة كانوا عبارة عن مبنى واحد. ومن بعد ما وصل محمد آدم اليمن وهو بدأ يكون علاقات قوية مع الطلبة وكمان مع الدكاترة اللي كانوا بيدرسوا في الكلية. وبالنسبة للطلبة فهو اتشهر جدا ما بينهم، وكان بيساعدهم لدرجة ان الحاجات اللي كان بيعملها ما كانش حد غيره يقدر يعملها. كان بيوفر لهم الجثث اللي في المشرحة عشان يقدروا يشتغلوا عليها ويعملوا الأبحاث بتاعتهم، وده طبعا مقابل رشوة. ومن قوة علاقته مع الدكاترة كان بياخد فلوس من الطلبة عشان يكلم لهم الدكاترة ويجيب لهم الامتحانات بشكل مبسط او يجيب لهم الامتحان بنفسه. ده غير انه كان بيوفر لهم كل شرايط المحاضرات، وده طبعا بشكل غير قانوني. ومن هنا بدأت تحصل جرائم اختفاء، وده بشكل ملحوظ، وكانت الجرائم دي مش بيبان لها أي أثر، بالتالي كانت بتتأيد ضد مجهول، لحد ما نروح لسنة 1999 وتحصل جريمة اختفاء هي السبب في إنها تكشف بقية الجرائم دي كلها. كان في طالبة عراقية اسمها زينب بتدرس في كلية الطب في جامعة صنعاء، وسمعت من زمايلها انها تقدر تحصل على اجزاء من الجثث عشان تقدر تشتغل عليها وتعمل الابحاث بتاعتها، وده بمقابل انها تدي لمحمد آدم رشوة. وكمان قالوا لها ان مفيش حد غيره هو اللي يقدر يعمل كده، وفعلا زينب عملت كده واتفقت مع محمد وخد منها الفلوس، ولكن اكتشفت انه بيتهرب منها اكتر من مرة، لحد ما جه وقت وزينب كانت محتاجة نموذج لجمجمة ضروري عشان تعمل الابحاث بتاعتها، واصرت على محمد آدم انه هو اللي يجيبها لها، وكمان هددته بموضوع الرشوة اللي بياخدها من الطلبة، فقال لها تجيله بالليل المشرحة وهو هيساعدها. وفعلا زينب تروح له، ولكن محمد آدم كان مقرر وقتها انه يعمل معاها زي ما كان بيعمل مع الضحايا اللي قبلها. قتلها، وبعد ما قتلها قطع جثتها لأجزاء صغيرة وحط الأجزاء دي في صناديق زجاجية هي مخصصة لكده، والصناديق دي بتكون فيها مادة معينة بتبقى مخصصة للحفاظ على الجثث، وبقية الجسم اتخلص منه، وده برضو عن طريق محلول كيميائي هو كان بيعمله داخل المشرحة ويحط فيه الجثة، ومش بيبان لها أي أثر، حتى عظام الجسم كانت بتختفي من أثر المحلول ده. وبعد ما عمل كل ده قعد على باب المشرحة ولا كأن في أي حاجة حصل. عايز أقول لك حاجة، جميع الضحايا اللي خلص عليها محمد قبل زينب كان بيطلب منهم إن هم وجايين له ما يقولوش لأي حد، وكان بيقول لهم كده عشان ما يتأذيش وكل الكلام ده. فلما كانت الضحية بتروح له وتختفي محدش كان بيشك فيه، بالتالي كانت القضية بتاعتها بتتأيد ضد مجهول. بس المفاجأة إن زينب قبل ما تروح له قالت لصاحبتها، وهو ده السر اللي حل لغز القضية. نرجع
نرجع لموضوعنا. بعد مرور شوية وقت والدة زينب قلقت عليها، خصوصا انها اتأخرت زيادة عن اللزوم، فسألت صاحبتها لو تعرف اي حاجة عنها، واللي قالت لها انها رايحة لمحمد آدم عشان تشتري نموذج منه تشتغل عليه. والدة زينب راحت المشرحة عشان تطمن على بنتها، وهناك قابلت محمد آدم واللي اتفاجئ بيها. وقتها قالت له ان زينب قالت انها هتيجي عندك عشان تشتري منك نموذج تشتغل عليه. محمد آدم انكر بطريقة واضحة جدا وكان متوتر، ووالدة زينب لاحظت ده، فطلعت من عنده على اسم الشرطة وعملت بلاغ اختفاء لبنتها زينب، واتهمت فيه محمد آدم، وكمان قالت لهم على موضوع الرشوة اللي بياخدها من الطلبة، وحكت لهم على كل حاجة. وقتها الشرطة تقبض عليه وتحقق معاه لمدة طويلة، ولكن في الآخر ما كانش فيه أي دليل ضده، فيطلع بعدها بشوية ويكمل شغله عادي جدا. لكن بعد شوية صاحبة زينب تلاقي شنطة زينب في مكان في المشرحة مش واضح، فتبلغ الشرطة، والشرطة تيجي تقبض على محمد آدم وتحقق معاه من تاني، لأن وجود شنطة زينب في مكان المشرحة ده دليل كافي على التحقيق معاه من تاني. محمد آدم بعد الدليل ده لما عرف إن كده القضية ضده، اعترف لهم على كل حاجة، وقال لهم على كل الجرائم اللي عملها داخل اليمن. ومش بس كده، المفاجأة كمان إنه اعترف على جرائم عملها في الكويت والسودان. وخلال فترة التحقيق معاه رجال الأمن اتجهوا على المشرحة عشان يلاقوا أي دليل تاني، وهنا اتفاجئوا داخل المشرحة بوجود أجسام كبيرة تم الاحتفاظ عليها داخل الصناديق، ومش معروفة الأجسام دي تخص مين. واعترف بعدها إنه قتل 16 بنت في اليمن بنفس الطريقة دي. محمد اعترف بأول جريمة عملها داخل اليمن، وهي كانت عشيقته، وعشيقته دي برضه تعتبر مشتركة معاه في الجرائم اللي عملها قبل ما يقتلها، لأنها كانت بتساعده بشكل كبير. كانت بتساعده إنها بتبيع له الذهب اللي كان بياخده من الضحايا اللي بيقتلها. وفي يوم من الأيام حصل خلاف ما بينهم على المبلغ المالي، فمحمد آدم وقتها قرر إنه هيقتلها، وفي الفترة دي هي كانت حامل منه، فقتلها وفتح بطنها وطلع الجنين، وفضل محتفظ بيه داخل صندوق لحد ما تم القبض عليه. وبالنسبة لجثتها فعمل معاها زي ما بيعمل مع الضحايا بالظبط، عمل المحلول الكيميائي بتاعه وحط الجثة فيه، وما بقاش ليها أي أثر سواء لحم أو عظم. وكمان اعترف انه قتل اكتر من 11 بنت في السودان، وبرضه بنفس الطريقة دي، وبرضه ال11 بنت تم تأييدهم ضد مجهول. ومن ضمن الاعترافات اللي قالها كمان انه كان بيتعاون مع منظمات متخصصة في بيع الاعضاء البشرية. ومن ضمن اعترافاته قال ان كلية الطب بتعمل زي معرض كده لاجزاء الجسم عشان الطلبة يدخلوا ويتفرجوا، حاجة زي الشرح كده يعني، ويعملوا عليها الابحاث بتاعتهم. فقال ان الطلبة كانت بتدخل وتتفرج وما كانوش يعرفوا ان اللي داخل الصناديق دي اجزاء وقطع للضحايا اللي انا قتلتهم. ولما سالوه عن بقيه الجثث قال انه كان بيدفنهم. طيب ازاي؟ هقولك. الجثث اللي ما كانش بيبقى ليها اي مكان في المشرحه كان بيقطعها لاجزاء صغيره، وكان بيطلب من اداره الكليه انها تطلع له تصريح دفن، لان الاشلاء دي اصبحت ولا ليها فايده ولا ليها مكان داخل المشرحه. وكانت فعلا الكليه بتوافق وبتطلع له تصريح الدفن، فكان بياخد الاجزاء دي ويدفنها، وما كانش حد بيشوف او يحس باي حاجه. وبرضه من ضمن اعترافاته ان اغلبيه الضحايا اللي قتلها بعد ما يقتلها كان بيتم الاعتداء عليها داخل المشرحه. لا، والافجر من كده ان كل المراحل دي كانت بتتصور، سواء قتل او تقطيع او اعتداء، وبرضه لقوا الكلام ده مسجل على شرايط فيديو. فأنا بصراحة مش عارف أقول إيه على البشاعة دي. وتيجي بعدها سنة 2001 ويتم الحكم عليه بالإعدام، ويتنفذ فيه الحكم في ميدان عام قدام مجموعة كبيرة من شعب اليمن. وبس كده، دي كانت قضية النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش لايك وشير، وتكتبوا آرائكم في الكومنتات، ويا ريت كمان تكتبوا المواضيع اللي حابين نتكلم عنها الفترة اللي جاية. ده الانستجرام بتاعي. وبس كده، كان معاكم طه، اشوفكم على خير.